السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة رز باللبن بالكاستر، مختلف شوية عن النشا في اللون وطعمه كمان لذيذ جدا. حطيت عليه كمان قطعة كده من البسبوسة وقطعة من الكنافة الصغيرين كانوا موجودين عندي، ومعلقة كده من القشطة. هيعجبكم جدا وهتجربوه ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، صلى الله عليه وسلم. يلا نشوف الطريقة وبألف هنا وشفا. عندي هنا كوباية من الرز، طبعا على قد اللبن اللي انت هتعمليه. انا عملت على كيلو اللبن نص كوباية او نص المج اللي هو بتاع الشاي العادي بتاعنا. حطيناه في شوية مية كده، بس كتري المية شوية عشان الرز ما يعجنش منك، يبقى مفرول كده حتى بعد ما يستوي بالشكل ده. هسيبه على النار لحد ما يستوي خالص، وبعدين اوريكم نعمل ايه. كده عندي خلاص الرز شرب الميه كلها بالشكل ده. بعد ما استوى سوى كامل بالشكل ده، ابتدي انزل عليه بقى باللبن بتاعي. ويستحسن ان هو يكون لبن كامل الدسم، يعني اللي بنجيبه من عند اللبان بالشكل ده. انا عامله هنا كيلو ونص من اللبن، وممكن تحطي كمان 2 كيلو على المج بتاع الرز، بس انا عن نفسي بحب اللبن يبقى كتير شويه، او الرز بيبقى مظبوط في قلب اللبن بالشكل ده. واقلب تقليبه حلوه كده علشان الرز يدخل مع اللبن بالشكل ده. احط كمان شويه لبن صغيرين كده عشان انا شايفه ان الرز كتير شويه، فانتي بايديكي انتي تقدري تشوفي اذا كان الرز مناسب ولا لا. بعد ما حطيت اللبن بتاعي، خليت طبعا نص كوبايه بره عشان هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. هنزل بالسكر بتاعي. طبعا السكر ده حسب ما انتي بتحبي الحاجه عندك، اذا كانت مسكره او وسط او دلع شويه. وبتقلبي كده لحد ايه ما السكر يدوب خالص معاكي، وبتسيبيه على نار هاديه لمده 10 دقايق بس. طبعا انا هطلع بس اشوف ايه ده. بتسيبيه بقى على النار شويه لحد ما تحسي ان السكر خلاص داب، الرز عمل خالص مع اللبن بالشكل ده. خلاص هنا الرز يعتبر استوى مع اللبن بالشكل ده. ممكن بقى في اللحظة اللي زي دي اطفي عليه واغطي عليه واسيبه لمدة حوالي نص ساعة. اما لو مستعجلة اشكليه على طول، بس الافضل ان انت تسيبي اللبن مع الرز وتغطي عليه وتسيبيه لمدة نص ساعة ربع ساعة. هتحسي ان انت ما انتش عايزة اساسا تحطي عليه ولا نشا ولا اي حاجة بالشكل ده. انا هطفي عليه واسيبه شوية وارجع لكم تاني. عندي هنا جبت كوباية من اللبن، حطيت فيها معلقة من الكريم شانتيه، او ممكن تزودي، ممكن يبقوا معلقتين عادي جدا، بتدي طعم حلو قوي وغناوة قوي للرز بلبن. وعندي هنا كمان حطيت معلقة او معلقة ونص من بودرة الكاستر. هنا هي دي اللي هتخلي اللون بتاع الرز بلبن مختلف شوية عن اي رز تاني. يعني عايزة تخلي الرز بتاعك لونه اصفر، حطي معلقة من الكاستر او معلقتين بالشكل ده بدل النشا. وحطيت كمان قلت لكم معلقتين من الكريم شانتيه. هنقلبهم بالشكل ده وهننزل بيهم على الرز بلبن بتاعنا. عندي هنا خلاص بعد ما سبت الرز نص ساعة كده بدأت ولعت عليه مرة تانية على نار هادية بالشكل ده زي ما قلت لكم.
جبت عندي المج اللي انا حطيت فيه كوبايه لبن ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين من الكاستر. في ناس بتعمله بالنشا، انا بعمله بالكاستر، بيدي لون حلو قوي للرز بلبن. وهبتدي اقلبه بالشكل ده علشان يشكل كله في قلب بعض كده. طبعا الكاميرا مش جايبه اللون بتاعه قوي، هو لونه طبعا اصفر كهرماني كده، يختلف تماما عن الرز بلبن اللي هو لونه ابيض بالشكل ده. وهبتدي انزل بعد كده بحبه من الفانيليا واقلب تقليبه، واول غلوه مع الرز بلبن هطفي وابتدي اصب. عندي هنا طبعا خلاص صبيت الرز بلبن اللي بالكاستر. الكاميرا بس هي ظلماه شويه، بس هو لونه اصفر وشكله جميل جدا. عندي هنا كان في حتتين كنافه على حتتين بسبوسه كده فايضين، قلت ازوق بيهم الاطباق بالشكل ده واعمل زي المحلات اللي ايه تحت. انتوا عارفين الطبق ده بره بيتباع بكام؟ والله ما هتصدق. فمحل كده من المحلات كبيره بتبيع الطبق ده ب75 جنيه، والاكبر منه شويه ب100 جنيه. تخيلوا. فليه يا جماعه نعمله في البيت وخلاص، ومش شرط خالص ان احنا نحط عليه ولا بسبوسه ولا كنافه ولا حاجه. بس انا لما لقيت عندي الحاجه موجوده قلت ازوق. وعندي هنا كمان معلقه من القشطه اللي انا طلعتها من اللبن. بمنتهى السهوله تقدري تزوقي طبقك بالشكل ده، وحاجه جديده ومميزه. هكمل بقيه التزويق وارجع لكم.